عمرك حسيت انك مش قادر تكمل؟ كل اللي بتعمله رغم تعبك ومجهودك ملوش لازمة، واقف قدام حيطة مسدودة والدنيا سودة قدامك، تايه ومش لاقي طريقك، وكل خطوة بتاخدها في الاتجاه الخاطئ والمستقبل بعيد ومجهول. اطمن، انت مش لوحدك. الحالة دي اسمها الانطفاء النفسي. لو ما تمش التعامل معاها بسرعة فنتائجها بتكون خطيرة جدا. إما إنك هتعيش جسد بدون روح، أو إنك تستسلم وتلاقي كل اللي بنيته في سنين بيتهد قدامك في لحظات. قال الشاعر: طافت على نفس الهموم كأنها وكأنهن فريسة وصقور، يا ليل أين النور إني تائه، هل تنقضي أم ليس بعدك نور. في الفيديو ده هنتكلم عن الانطفاء، الأسباب اللي بتخلينا نوصل للحالة دي، وإزاي نقدر نستعيد حيويتنا ونرجع ونقاوم تاني. خليكم معانا خطوة بخطوة عشان نفهم إزاي نحول لحظات الضعف لقوة وطاقة. الانطفاء هو النتيجة النهائية اللي بنوصل لها بعد تراكمات من التقصير والعادات السيئة والمؤثرات الخارجية. أعراضه بتبدأ تبان واحدة واحدة لحد ما نوصل لمرحلة الكسل، اللا إنتاجية، وفقدان الشغف والطاقة. ومن هنا يجي دورنا في إننا نعالج نفسنا ونعرف أسباب الانطفاء إيه وحلوله. أسباب الانطفاء: نمط حياة سيء. You can't live an unhealthy lifestyle and expect a healthy life. يعني لو نمط حياتك مش كويس ما تنتظرش إن حياتك تكون مظبوطة. حاجات كتيرة جدا بتدخل تحت نمط الحياة السيء، من ضمنها النوم متأخر، العادات السيئة زي العادة السرية والسجاير، إدمان المخدرات والكحول وغيرهم كتير وكتير. 2. عدم وجود هدف أو معنى للحياة. الحياة بلا هدف مثل الجسد بلا روح، لا قيمة ولا معنى لها. 3. قلة الشعور بالتقدير. 4. العلاقات السامة والمحبطة. يقول الشاعر: علمته الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. 5. الإخفاقات المتكررة. وأخيرا البعد عن الله سبحانه وتعالى. الاستفاقة من الانطفاء. تقدير الذات. When you learn how much you're worth you will stop giving people discounts. يعني لو عرفت قيمة نفسك كويس هتبطل تدي للناس خصومات. معناها إنك لو عرفت قيمة نفسك وقدر نفسك هتبطل تقدم تنازلات كتيرة جدا انت بتقدمها في الوقت العادي، وهتحترم نفسك وشخصيتك أكتر وأكتر. حب نفسك ودلعها. فكر نفسك طول الوقت بالإنجازات والصفات الحلوة اللي فيك والحاجات الحلوة اللي انت عملتها. شوف نفسك دايما في المراية أجمل وأحسن إنسان. اهتم بنفسك وكافئها طول الوقت، وما تحملش نفسك فوق طاقتها. ما تخليش تقديرك لذاتك يعتمد على آراء الآخرين فيك. والله لو صاحب الإنسان جبريل لن يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى لو رتل القرآن ترتيلا، وقالوا إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. إعطاء النفس فرصة للراحة والاسترخاء. مقولة أنا سمعتها من والدي ودايما بتذكرها، وهي إن الضغط يولد الانفجار. لو انت فاكر انك هتفضل طول الوقت بتشتغل تسعى وتجتهد بدون ما تاخد فسحة او راحة فانت غلطان، لان بنزينك هيخلص وهتوصل لمرحلة الاحتراق النفسي. مش هتبقى قادر تكمل، بدل ما كنت هتاخد ساعة او يوم مثلا بالكتير في الراحة، فانت هتفضل في مرحلة الاحتراق النفسي دي فترة طويلة، وده غلط كبير. مهم برضو ان وقت الراحة ده يكون واضح ومحدد. يعني انت ممكن تفضل طول اليوم بدون ما تشتغل ولا تعمل حاجة، بس انت بتلعب على الموبايل او بتتفرج على التلفزيون، مش حاطط في راسك ان ده وقت الراحة، فانت مش هتحس بكده، وهيفضل عندك الاحتراق النفسي برضه وهتحس كأنك بتشتغل. لكن انت المفروض بتعرف نفسك ان ده وقت الراحة، تفصل فيه من كل الضغوطات اللي عليك وبتستمتع بوقتك. ابتعد عن العادات اللي بتستنزف طاقتك وصحتك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ضبط مواعيد نومك، نام بدري، بطل الأكل اللي مش صحي اللي انت بتاكله. ولو عندك عادات سيئة زي السجاير أو الكحول أو المخدرات أو غيرهم، فاشتغل على إنك تبطلهم واحدة بواحدة. أكيد مش هتقدر تبطلهم مرة واحدة، بس حاول، وطول ما انت بتحاول فانت كده مش خسران. جسمك عنده القدرة على التعافي بشكل رائع، ولكن المفروض تنقذ نفسك قبل فوات الأوان، لأن في أعضاء لو فسدت للأسف عمرها ما ترجع زي الأول، والعادات السيئة دي ممكن تسيب آثار عليك طول العمر. نظم وقتك وحدد أولوياتك. The first step to success is knowing your priorities. أول خطوة للنجاح
هي معرفة أولوياتك. هنا ما ينفعش العشوائية، لا، لازم تعمل كوباية شاي كده وتقعد وتشوف ايه أكتر الحاجات اللي مهمة وبتعني لك في حياتك. يعني مثلا إذا كان دراستك، إذا كان العبادة، إذا كان غيرها، أي حاجة مهما كان هدفك وحلمك، فخلي أغلب وقتك في الحاجات دي. بعد كده خلي وقت للترفيه والصحبة أو غيرها أو غيرها. أنا دايما عندي مثل بضربه زي الكورة والدراسة. لو أنت عايز تبقى لاعب كورة فطبعا أولويتك هتبقى الكورة، فأنت هتدي وقت للكورة والتمارين أكتر من الدراسة. لكن لو أنت عايز تبقى دكتور أو مهندس أو أيا كان فأنت هتدي وقت أكتر طبعا للدراسة. فهكذا لازم تعرف أولوياتك عشان هي اللي هتحدد أغلب وقتك هيتقضى فيه. وضع أهداف قصيرة المدى. The journey of 1,000 miles begins with a single step. معناها إن الرحلة اللي من 1000 خطوة بتبدأ بخطوة واحدة. خلي أغلب تخطيطك يبقى بشكل يومي، وركز على الحاضر بدل من المستقبل، لأن حاضرك هو اللي بيصنع مستقبلك. لأنك لو ركزت على المستقبل فأنت هتضيع وقتك وهتستنزف طاقتك. استبدل العلاقات السامة بأخرى راقية. إذا أعطيت شخص فرصة واتنين ومفيش نتيجة، خلاص اعمل له بلوك من حياتك. على فكرة الحياة مليانة صعوبات وتحديات، فمش هتبقى أنت صعوبات الدنيا علينا. خلي عندك عزة نفس، ما تسمحش لأي شخص مهما كان إنه يقلل من شأنك أو من قدراتك. يقول الشاعر: يا عزة النفس كوني في العلا قمرا، فالعيش دونك مثل الغصن إن مال، ما قيمة المرء إن ضاعت كرامته، فضل الكرامة يعلو الجاه والمال. العلاقات السليمة لازم تكون زي الميزان، الكفتين متوازيتين، انت بتفيد غيرك وغيرك بيفيدك، يعني بتكملوا بعض. لازم يكون في بينكم أمان، على الأقل خالص لو الشخص ده مش هيفيدك فهو مش هيضرك. الانخراط في الأنشطة الاجتماعية. صراحة وعن خبرة شخصية، مفيش غنى عن الانضمام لجروبات اجتماعية، إما بقى جروبات للرياضة، لعب الكورة مثلا، أو جروبات دينية تتقابلوا مرة على الأقل في الأسبوع، تذكروا نفسكم بالله وبالعبادة وتتعلموا أمور دينكم. المهم إنك تكسر الروتين وتوسع دايرة علاقاتك، عشان العلاقات الاجتماعية دي بتحفز إفراز هرمون الأكسيتوسين، وهو هرمون الحب والسعادة. فمن الآخر العلاقات الاجتماعية لا غنى عنها، تقرب من الله سبحانه وتعالى. السعادة في الحياة مرتبطة بعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لو أنت إنسان مؤمن فأنت أكيد هتكون عارف كده وهتكون حاسس بكده. أي تقصير في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى هتحس بالهم والحزن. ولكن لو أنت إنسان مش مؤمن أو بعيد عن ربنا فأكيد مش هتكون عارف إن في ابتلاءات في الحياة، مش هتكون فاهم وعارف أصلا هدفك في الحياة هو إيه. المؤمن عارف ان هدفه في الحياة هو عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت طالما فاهم كده، عارف ان الدنيا دي فانية ومش مهمة بالنسبة لك، وأي خسارة مش هتأثر فيك. لكن اللي إيمانه ضعيف هو هنا في الحياة ديت عشان يكنز ويجمع فلوس، فأي ابتلاء أو أي مصيبة تحصل له بتأثر عليه وبينهار بشكل كبير. وعشان كده بتلاقي ان نسب الانتحار عالية جدا في الدول الغربية واللي مش مسلمة، مقابل انها اقل بكتير في الدول الاسلامية. فمهم انك وسط سعيك واجتهادك في الحياة وانشغالك في عملك وفي دنيتك تتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لان ده هو هدفنا الرئيسي في الحياة. في مقولة بتقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. في النهاية لازم نفهم إن الانطفاء مرحلة مؤقتة، ومهما كان الشعور باليأس والتعب فالأمل دايما موجود. الحياة قصيرة يا جماعة، مفيش وقت للكسل والانطفاء. حبوا نفسكم واعرفوا إن دوام الحال من المحال، وإن اللي جاي دايما أحسن.